بسم الله بديت وعلى نبينا صليت. اليوم جيت نحكي لكم حكاية لالا الزهراء والسلطان. كان يا ما كان في قديم الزمان، في واحد البلاد بعيدة، بلاد الخير والمزلال، كانت عايشة بنت يتيمة اسمها لالا الزهراء. كانت خدامة عند واحد العائلة في دوار كبير. صباح وعشية كتنوض بكري، تسقي البهايم وتنقي الدار وكتخدم بلا ملل. ولكن كان عندها سر، كانت كتقول في كل صلاة: يا ربي رزقني بحظي اللي مكتوب لي وخليني نعيش بكرامتي. لالا الزهرة ما كانتش بحال باقي البنات، كانت عندها عينين كبار بحال العسل، ووجه منور بالرضا، ما كتكبرش وما كتظلمش. حتى مولاتها اللي كانت مرات القايد كانت كتحبها، ولكن في القلب ديالها شوية الغيرة، حيت الناس كاملين كيهضروا على الطيبة ديال زهرة. في داك البلاد كان واحد السلطان معروف بالحكمة والعدل. ولكن في نهار من الايام جا عنده وزير وقال ليه: سيدي السلطان، الناس كيقولوا بلي في دوار بعيد كاينه بنت عندها عقل ما كاينش بحالو، كتعرف تجاوب حتى على الامور اللي العلماء ما قدروش عليها. ايوا السلطان ضحك وقال: بنت وكتجاوب للعلماء؟ العجب هذا، جيبوها نشوف. ايوا مشاو الخدامين وجابوا لاله الزهراء القصر. كانت خجولة، ولكن ما بانش عليها الخوف، حيت كانت واثقة في الله. ايوا السلطان قال لها: سمعت بلي عندك الحكمة، وغادي نسولك 3 ديال الأسئلة، إلا جاوبتي عليهم غادي نكرمك قدام المملكة كلها. ايوا قالت لي بهدوء: تفضل يا مولاي، اللي كتبها الله مرحبا بها. ايوا الأسئلة الثلاثة هما: قال لها السؤال الأول: شنو هو الشيء اللي كل ما تزادوا الناس ينقص؟ قالت ليه: العمر يا مولاي، كل ما تزاد الإنسان في الأيام ينقص من حياته. هز السلطان راسو وقال: جواب حكيم. قال لها السؤال الثاني: شنو هو الشيء اللي ما يتباع وما يتشرى، ولكن الناس محتاجاه كل نهار؟ قالت ليه: الكرامة يا مولاي، اللي ضيعها ما يشريها بمال الدنيا. تهلا السلطان وقال: هذه بنت ماشي عادية. قال لها السؤال الثالث: شنو هو أغلى كنز في الكون؟ قالت ليه: أغلى كنز في الكون هو القلب اللي خاف الله. فسكت السلطان دقيقة وقال: سبحان من عطاك النور والحكمة. ومن ذاك النهار دارها السلطان وصيفة في القصر باش تبقى قريبة منه. إوا غير بدات لالا زهرة كتخدم في القصر، حتى بدات العيون كتحسدها. الوصيفات كيقولوا: شكون هادي جاية من دوار وتدخل لقلب السلطان؟ ولكن هي ما كانش كتجاوبهم، كانت كتخدم بصمت وطيبة. حتى ولي العهد ولد السلطان بدا يعجب بيها، ماشي حيت زوينة، ولكن حيت فيها نبل وبساطة، وبدا يسميها لالا الزهراء بدل الخادمة زهرة. وهنا بدا المشكل. وحدة من الوصيفيات سميتها هنية كانت كتغار بزاف من الزهرة، ومشاورات مع باقي البنات وقالت: خاصنا نطيحوها من عين السلطان، راه إلا بقات هكاك غادي تولي أميرة. وفي النهار من الأيام دست ليها في الصندوق ديالها حلية ديال السلطان المتوفات، ومشات قالت للسلطان: مولاي، راه لالا الزهرة سرقات الحلية.
السلطان تصدم وما قدرش يصدق، ولكن قال اللي سرق غادي يبان وجهه. وبدا يفتشوا حتى لقاو الحلية في الصندوق ديال الزهرة. جابت الحرس والناس تجمعوا، والسلطان قال لالا الزهرة واش هادي ديالك؟ قالت لا يا مولاي، انا ما سرقتش، والله شاهد، ولكن ما كان عندها دليل. فحكم السلطان إن فيها من القصر تيتبين الحق. خرجت الزهرة والدموع في عيونها، ولكن ما دعاش بالشر، قالت فقط يا ربي بين الحق، راه ما كيضيعش عندك. بعد ايام مرضات هنية بالحمى، وبقات كتهضر في الخلاط ديال الهديان. انا اللي درت ليها الحلية، ما بغيتهاش تفوز علينا. سمعها الخدام وجاو جرين عند السلطان، قال لهم الحق بان، رجعوا لي زهرة. ايوا رجعت لاله زهرة للقصر مكرمة، والسلطان بقى قدام الناس وقال سامحيني يا بنت الخير، ظلمتك بلا قصد. ومن بعد بزاف ديال الاحداث تزوجت بولد السلطان وولات اميرة البلاد، ولكنها ما نساش الاصل ديالها. بقات كتساعد الفقراء وكتقول ديما اللي عنده نية طيبة الله ينور طريقه ولو طالت لياليه. الحكمة من هذه الحكاية أن النية الطيبة ما يغلبها مكر، والحق ما يضيعش ولو دار عليه الليل والنهار. خليتكم على خير، نتلاقاو إن شاء الله في حكاية جديدة إن شاء الله.